هلو هلو، معاكم محمد من موري، وده فيديو جديد من احكيلي. قبل ما ابدا حابب اشكر كل الناس اللي عجبها الفيديو اللي فات، وكل حد قال لي رايه، شكرا جدا. وباذن الله الجايه احسن بكتير. المره دي حكايتنا مش هتكون عن حاجه حصلت لنا، هتكون حكايه عن حاجه حصلت في مصر. حاجه ممكن يبقى اغلبكم عارفها لان حاجه كانت معروفه في فتره جدا، وكان الناس كلها بتتكلم عليها. حكايتنا النهارده عن قصر يوسف باشا. قصر يوسف باشا زي ما انتوا عارفين هو في قرية، بس انا مش هقدر اقول اسم القرية دي، لو مش عارفين ممكن تدوروا انتوا. المهم قصر يوسف باشا ده موجود في القرية دي بقاله سنين، وكل اهل القرية عارفين حكايته وعارفين اسمه وعارفينه من اهلهم، واهلهم عارفينه من اهلهم، واهلهم عارفينه من اهلهم. دايرة ملهاش نهاية. بس مفيش اي حد في القرية يعرف القصر ده اسمه يوسف باشا ليه او مبني امتى، ولا يعرفوا اي تفاصيل عن القصر ده. وبالرغم من كل ده محدش كان بيقدر من اهل القرية يقرب من القصر ده، لأنه كان مشهور عنه إن هو مسكون، وكان بيطلع منه أصوات بالليل، أصوات صريخ وأصوات عياط أطفال. بس مفيش أي حد من أهل القرية شاف أو سمع حاجة زي دي. كل ده كان كلام حد حكي لحد، والحد ده حد حكيله، وهكذا برضه نفس الدايرة اللي مبتخلصش دي. وبالنسبة للناس المتعلمين في القرية دي، إن دي خزعبلات، وإن كل الناس دولت جهلة ومش عارفين أي حاجة خالص. والقصر ده كان على مساحة 400 متر، واخد مساحة كبيرة جدا على الفاضي من غير ما أي حد يستفيد بيه. فالدولة حطت عينيها على القصر ده، ونزل قرار إن القصر ده يتهد للاستنفاع بمساحته. ويوم التنفيذ الحكومة كانت رايحة معاها المختصين وكل الأجهزة اللي هيهدوا بيها القصر. بس اتفاجئوا ساعتها أغلب أهل القرية نايمين قدام القصر، ومش عايزينه يتهد عشان خايفين من اللي ممكن يحصل لهم لو القصر ده اتهد. ومع الناس دي كان في راجل مسن ودقنه طويلة وبيضة، فتقريبا كان شيخ. راح قال للظابط اللي ساكنين القصر دولت ما بيأذوش حد، وعمرهم ما ضايقوا حد من أهل القرية خالص، فسيبوهم في حالهم علشان يسيبونا في حالنا. وطبعا الظابط بالنسبة له كان كل الكلام ده كلام فاضي، وزعق للراجل ده وخلاه يمشي. والظابط أمر إن القصر يتهد حتى لو اللي نايمين دولت مقاموش الأجهزة تدوسهم. فأغلب الناس اما سمعت كده طلعت تجري، واللي قاعد يصرخ والستات تصوت. أكنه كان اليوم ده أكنه جنازة. كانت جنازة في القرية كلها، كل أهل القرية متجمعين عند القصر، كلهم بيصرخوا. مفيش حد مستوعب من اللي بيحصل ده، وكلهم متضايقين ومذعورين. فالأجهزة اتحركت عشان تهد القصر. بس قبل ما الأجهزة دي تلمس القصر، كل حاجة فصلت. الأجهزة كلها عطلت ما بتتحركش. حاولوا يصلحوها، حاولوا يعملوا أي حاجة عشان يشغلوها تاني، مفيش فايدة. والدنيا كانت ليلت عليهم. فالظابط ادى أمر إن هما يكملوا الهد ده بكرة. وناس كتير من أهل القرية راحوا للظابط الاسم اليوم ده، وقالوا له إن اللي حصل ده بسبب اللي ساكنين القصر. بس طبعا الظابط ما كانش مصدق منهم اي حاجه، ومش مقتنع بالكلام اللي بيقولوه ده. المهم تاني يوم الصبح راح الظابط مع الناس المختصين اللي هيهدوا القصر، مع ناس المفروض تصلح الاجهزه اللي كانت بايظه دي عشان يهدوا القصر. المهم ملقوش ولا جهاز قدام القصر. واهل القريه كانوا مبسوطين جدا وشمتانين في الظابط، وقالوا له احنا قلنا لك ان اللي ساكنين جوه مش هيسيبوك تعمل كده. بس الظابط لسه مكابر وزعق فيهم كلهم، وقال لهم انا اعرف مين فيكم اللي سرق الاجهزه دي. بس كان جوه الظابط ساعتها خوف وقلق، بس بنسبه بسيطه، لانه كان لسه مقتنعش قوي بالفكره العفاريت ساكنه القصر ده خالص، ولا كان مقتنع اصلا بفكره ان في عفاريت. بس اما جه الليل، الضابط ده قرر يخش القصر هو ومعاه 2 أمنا، وبعد جاب الشيخ اللي كان كلمه عند القصر ده عشان لو حصل حاجة يحميه. بس ده طبعا غلط، لأن مفيش حامي غير ربنا. كان الضابط عايز يثبت لأهل القرية كلهم إن هم جهل. المهم اما الضابط بعد جاب الشيخ ده عشان يروح معاهم، الشيخ ما كانش عايز يروح، بس الضابط خده بالعافية. وطول الطريق كان الشيخ بيكرر للضابط: سيبوهم في حالهم يسيبونا في حالنا، سيبوهم في حالهم يسيبونا في حالنا. بس أول ما وصلوا قدام القصر لقوا الباب مفتوح. فالشيخ قال للضابط: مستنينا. بس الضابط لسه بيكابر ومصر على رأيه، ومصمم يثبت لأهل القرية دي كلها إن كل دي مجرد خزعبلات. بس بعد ما الضابط والشيخ والاتنين أمنا دخلوا القصر، الباب اتقفل وراهم. والأمنا ساعتها من الخوف ما كانوش قادرين يقفوا. والضابط ساعتها قعد يهديهم ويقول لهم إن ده من الهوا. وكان جايب معاه ساعتها الضابط كشافات، ووزع عليهم الكشافات دي. كل أمين خد له كشاف والشيخ خد له كشاف، فبدأوا ينوروا بالكشافات بتاعتهم دي في كل مكان في القصر. وكان في كل جزء في القصر خراب، وكان عفش البيت دايب، والحيطان مليانة شقوق وعليها رسومات غريبة جدا، ما كانوش عارفين يفسروا الرسومات دي ايه. وبرضه الضابط كان لسه مكابر ومصمم انه هيثبت ان مفيش اي حاجة خالص في القصر.
فبدأوا كلهم يستكشفوا القصر ده وطلعوا الدور التاني. بس أول ما طلعوا الدور التاني درجة الحرارة اتغيرت عليهم فجأة، الجو بقى حر جدا، وبدأ يظهر لهم من على الحيطة خيالات لأجسام غريبة ما كانوش عارفين ايه الأجسام دي، والأجسام دي كانت بتتحرك. المشكلة كمان إن الكشافات بتاعتهم بدأت تفصل وتنور لوحدها، وبدأ يجي من كل اتجاه حواليهم أصوات غريبة، وكلهم جروا ناحية الباب بيحاولوا يخرجوا، بس خلاص ما كانش فيه فايدة لأن الباب كان مقفول. وفي أجسام سودا غريبة كده قعدت تقرب عليهم وهم قدام الباب. كلهم قعدوا يصرخوا ويزعقوا ينادوا للناس اللي بره، بس مفيش حد سمعهم. والظابط قعد يعيط يقول أنا آسف أنا آسف. وطبعا كل ده كان من غير فايدة. بس في أمين رجع جري على الدور التاني، وكان في شباك في الدور التاني ده، نط الأمين منه بسرعة، بس أول ما نط منه الشباك اتقفل وراه، والأمين ده قعد يصرخ لحد ما في ناس جات لحقته، لأنه كان ساعتها متكسر لأن القصر كان كبير جدا، وراح المستشفى اتجبس في أجزاء كتير من جسمه لأن الوقعة كانت صعبة قوي. وحكى لأهل القرية عن كل اللي حصل لهم ده، بس الأمين والظابط والشيخ من يومها ما ظهروش تاني، تقريبا انتهوا جوه. وأما الحكاية دي وصلت للحكومة صرفوا نظر خالص إن هما يهدوا القصر ده تاني، ولسه لحد النهاردة قصر يوسف باشا ده زي ما هو، لسه الناس خايفة منه، ولسه أسطورته موجودة، بس هما المرة دي شافوا حاجة بعينيهم. وكده تكون خلصت حكايتنا، وأتمنى الدنيا ما تكونش خدتنا، وأتمنى برضو إن الفيديو يعجبكم، ولأي حد عجبه الفيديو يعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويقول له رأيه في الكومنت. لو عايز نعدل حاجة أحسن حاجة نحسنها في الفيديو الجاي إن شاء الله. ولأي حد مهتم يشوف مقتطفات من حياتي الشخصية هيلاقي تحت لينك الانستجرام. وسلام.